بعد أن خرج الظل من المدينة القديمة، بدا أن شيئا غامضا تغير في الصحراء. مر يومان قبل أن يلاحظ أهل القرى القريبة ذلك الغريب الذي يسير ليلا في طرق لا يسلكها أحد. كان يشبه ياسين في هيئته، لكنه بدا مختلفا. عيناه صارتا داكنتين كأنهما قطعتا ليلا لا ينتهي، وصوته صار يأتي وكأنه من بئر عميقة. كانت خطواته ثقيلة وهادئة، وعندما كان يقترب من بيوت القرية كانت الكلاب تعوي دون توقف، والناس يشعرون بقشعريرة تمر في أجسادهم حتى دون أن يروه مباشرة. في إحدى الليالي اقترب من بئر قديمة في قلب الصحراء. حدق فيها طويلا كأن شيئا بداخله يحدثه، ثم همس بصوت منخفض لا يسمعه سواه. حان وقت الاستيقاظ. ومن البئر بدأ ضباب أسود يتصاعد ببطء، يتلوى كالأفاعي ويلتف حول جسده. صار الظل أقوى، وصارت ملامح ياسين تذوب شيئا فشيئا، حتى لم يبقى سوى جسد يتحرك وروح محبوسة في مكان لا ير. في القرية بدأت حوادث غريبة. كان الناس يسمعون أصواتا في الليل، أنفاسا ثقيلة تمر قربهم ثم تختفي. يرون ظلالا تتحرك وحدها فوق الجدران، وكأن المدينة القديمة أرسلت لعناتها لتنتشر خارج أسوارها. أما ياسين فقد صار مسجونا داخل مرآة قديمة في غرفة مظلمة في قلب القصر المهجور. كان يرى العالم من بعيد دون أن يلمسه، صوته لا يسمع، ودموعه لا ترى. وكان يعرف في أعماقه أن الظل الذي حرره لم يكن سوى بداية لشيء أكبر، وأن هناك أبوابا أخرى تنتظر أن تفتح. مرت أشهر طويلة منذ أن غادر الظل المدينة القديمة متخفيا في جسد ياسين. لم يعد العالم كما كان، ففي الأماكن المنسية والخرائب العتيقة بدأت رموز غامضة بالظهور على الجدران. كانت تلك الرموز مفاتيح تشير إلى وجود 7 أبواب قديمة، كل باب يخفي وراءه قوة لم يعرفها البشر منذ آلاف السنين. في الليالي التي يكتمل فيها القمر، كان ياسين أو ما بقي منه يرى رؤى غامضة داخل المرآة. يرى الأبواب تفتح ببطء، ويرى الظل يقف أمامها يمد يده السوداء ليوقظ ما خبئ خلفها. وفي كل مرة يفتح باب ينتشر ضباب أسود فوق الأرض، وتحدث أشياء لا تفسير لها، يختفي أشخاص دون أثر، تسمع أصوات بكاء في الأزقة الفارغة، وتتكسر المرايا وحدها عند منتصف الليل. لكن خلف هذا الخراب كان في قلب ياسين بقايا أمل. فقد اكتشف أنه يستطيع أحيانا التواصل مع العالم من خلال الأحلام. في الليل بدأ يظهر في أحلام فتاة تدعى سلم، فتاة شجاعة تعيش في قرية قريبة. كان يهمس لها: هناك 7 أبواب، إن فتحت كلها لن يبقى نور في هذا العالم. في البداية خافت سلمى من هذه الأحلام، لكن سرعان ما شعرت بأن هذا الصوت حقيقي، وأن هناك روحا تطلب العين. صارت تسأل الشيوخ والعجائز، وتبحث في الكتب القديمة، حتى عرفت أن الظل الذي يسكن جسد ياسين يسعى لإكمال طقس قديم يعيد الظلمة الأبدية للعالم. اجتمعت الشجاعة في قلب سلم، وقررت أن تدخل المدينة القديمة بنفسها لتبحث عن المرآة التي تحتجز روح ياسين. كانت تعرف أنها مخاطرة بحياتها، لكن بداخلها شعرت أن مصيرها مرتبط بهذا السر القديم. وفي ليلة مظلمة دخلت سلمى المدينة حاملة فانوسا صغيرا وقلبا لا يعرف الخوف. مرت بين الأطلال الصامتة حتى وصلت إلى القصر الحجري الكبير، إلى الغرفة التي تنام فيها المرآة القديمة. وقفت أمام المرآة فرأت وجه ياسين، بدا متعبا كأنه حمل ظلمة العالم في عينيه. همس لها بصوت يرتجف: لم يتبق سوى بابين، إن لم توقفيه الآن سينتهي كل شيء. رفعت سلمى يدها نحو المرآة، وفي تلك اللحظة اهتز القصر كله، وارتفع صوت همسات الظل من كل الجهات. شعرت أن الهواء صار ثقيلا، وأن الظل قد علم بوجودها.